هاد البنت اللي كتشوفوا معنا الخوت غادي يلقاوها مقتوله في السبيطار، مشلخه من العنق ديالها. كيفاش وشكون اللي قتلها؟ هادشي اللي غادي تعرفوا معنا في القصه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه. ونبداو القصه ديالنا. القصه ديالنا كتدور على واحد البنت سميتها مريم. بنت كتقرا مزيان وتربات في حي شعبي، وعندها غير باها وامها، يعني ما عندهاش خوتها. البنت فاش كانت كتقرا في الاعدادي كان في عمرها 14 سنه. تعرفت على واحد الولد اللي سميتو حمود. الولد كان كبير منها بخمس سنين، يعني كان في عمره 19 سنه. هاد الولد كان كيكذب على البنت بحكم انها مراهقه، ما عرفاش، كان كيكذب عليها وكيوعدها بالزواج وانهم غادي يكبروا وغادي يتزوجوا، وكان كلشي كذوب. يعني هاد الولد حمود كان غير كيستغل هاد البنت هادي اللي مراهقه اللي ما عارفاش شنو كدير في الصور ديالها. البنت كان الحلم ديالها انها تقرا وتوظف وتولي فرمليه، وفعلا كانت كتقرا مزيان وكانت ديما من الاوائل. بينما حمود كان غير ديك النوع ديال الدراري اللي شمكار كيدير كاع البليات، كيسرق، داخل خارج الحبس كل مره وداير منتيف. يعني البنت في جهه والولد في جهه، يعني ما كيتلاقاوش. ولكن بحكم انه كذب عليها واستغل انها بقى صغيره في عمرها 14 سنه وبنت مراهقه، قدر انه يضحك عليها ويتفلى عليها وخلاها انها تبغيه. واحد النهار هاد الدري حمود غادي يرتكب واحد الجريمه، غادي يدخل للدار ديال عمو وغادي يسرق ليهم شي ذهب من تما. عمو غادي يعرف، حكم انه ما عندهم الكاميرات، غادي يعرف ان حمود هو اللي سرق ليه. غادي يمشي وغادي يديكلاري به وغادي يحكموا عليه بسنه. حمود غادي يدوز هاد السنه في الحبس وغادي يخرج. ما غاديش يدوز اكثر من جوج سيمانات غادي يتقطع، ما غادي يلقى في جيبو حتى درهم. غادي يدخل عند جداتو، واحد المراه كبيره، غادي يتكرفس عليها وغادي يضربها وغادي يدي ليها كاع داكشي اللي عندها. تما عائلته يعني ما قدروش يصبروا على هاد الشوهه اللي دار ليهم، كاملين تجمعوا ومشاو ديكلاراو به. وهاد المره كان الحكم 5 سنين. حكموا على حمود ب5 سنين. البنت كملت القرايه ديالها، مريم كملت القرايه ديالها، خدات الباك ديالها، دخلت الايكول ديال لي زانفيرمي، قرات، خدات الدبلوم ديالها، وفعلا وصلت لداكشي اللي كانت كتحلم به، وتوظفات كفرمليه. توظفات في واحد المستشفى اللي هو مشهور في الدار البيضاء. البنت خدمات وبانوا عليها الفلوس وتهلات في والديها وفي حالتها، والبنت زيانت وقررت انها تشري الطوموبيل. يعني الحياه ديالها تبدلات. حمود كيدوز داك 5 سنين ديال السجن وكيخرج. من كيخرج كيتفاجأ ان البنت مريم اللي كانت معاه فعلا كملت قرايتها وولات فرمليه وتبدلات. يعني بانوا عليها الفلوس، بانت البنت بالطوموبيل، البنت ولات كتهلا في راسها، زيان شحال من حاجه. حمود كيسحب له ان البنت باقا عندها نفس الفكره ديال مريم ملي كانت في عمرها 14 سنه. كيسحب له دغيا غادي يتفلى عليها، دغيا غادي يقنعها وغادي يضحك عليها وغادي يستغلها. محمود طمع، مشى وتلاقى بديك البنت مريم، قال لها واش ما عقلتيش عليا؟ انا حمود وانا راني خرجت من الحبس وراني دابا باغي نتزوج بيك وراني ناوي المعقول. مريم في هذه المرحله 5 سنين صافي نسات شي حاجه سميتها حمود من الدماغ ديالها. ركزات على قرايتها وركزات على المستقبل ديالها ونسات، خرجت من دماغها. شافته انه ما غاديش يصلح ليها، هي كتشرق وهو كيغرب. يعني من ديك النوع ديال الاولاد الفاسدين اللي ما غاديش يصلح ليها نهائيا. قالت له غير اسمح لي يا ولد الناس ونسى شي حاجه بيني وبينك، انا نسيتك وخرجتك من حياتي نهائيا. حمود ما غاديش تصرت ليه، غادي يشوف البنت الوضعيه ديالها ولات مزيانه، ولو عندها الفلوس، طوموبيل. قال كيفاش هاد البنت اكثر من 10 سنين وانا كنعرفها. يعني ما تشمت، ما بغاش تصرت له. يعني في نفس الوقت ما باغيش انه يتزوج بها ولا باغي بها الحلال، لا هو باغي غير يستغلها. لحقاش كما كنقولوا حنا بالمثال ديالنا، عمر الشيخات تنسى هزت الكتف. يعني هو حمود كيف ما كان داك الولد اللي كيقلب على الدرهم فين ما كان يجيبو باش يشري البليه، باقي هو. وكسحب له بلي البنت باقا كيف ما خلاها قبل ما تدخل الحبس. ايام يطلع ويهبط، ايام يصدع راسو. كانت عنده النمره ديال مريم، ايام يتصل بها كتقطع عليه كتقول له غير نساني وخرجني من دماغك يا ولد الناس، انا ما بقيتش كنعرف شي حاجه سميتها حمود. ما علينا، حمود ما قطعش الياس
ولا ديما كتابعها، ديما حاضيه، هي ديما كتقول له لا، وديما سد عليه الباب. واحد النهار قال غادي نطلب من الزواج قدام الحومه وقدام الدراري ديال الحومه، وزعما كلشي حاضر، ما ربما انها تقدر تثيق وتقول راه فعلا تغير وفعلا راه ناوي المعقول. وداك الشيء اللي دار. البنت مريم تعصبات وغوتت عليه وهانتو قدام الناس ديال الحومه، قالت له بعد مني، بعد من طريقي، ما بقيتش حاملاك، ما بقيتش حامله نشوفك. حمود حس بالحقره وما رضاش، بقات كتطلع وتنزل فيه، كتطلع وتنزل فيه، ما رضاش من داكشي اللي وقع له، خاصه ملي سمع انه جا واحد ولد الناس وخطبها من والديها. تما حمود ما بقاش كيشوف قدامه، بقى كيقول كيفاش 10 سنين وانا كنعرفها، في الاخر غادي يجي واحد اخر وغادي يديها. حمود بات الليل كامل كيفكر، في الاخر قرر انه غادي يصفيها ليها، غادي يقتلها. شنو دار؟ تبعها حتى الكلينيك فين خدامه، ودخل حتى الكلينيك فين خدامه وشدها من يدها وجرها، بغى يهضر معاها. ناضت البنت كتغوت، جا السيكوريتي تما ديال السبيطار، شدوه ضربوه، عطاوه سلخه ديال العصا وخرجوه من السبيطار. البنت دوزت ديك السيمانه خايفه، كتخرج من الخدمه كتمشي ديريكت للدار، عاودت هادشي لوالديها، قالت لهم بلي راه جا لعني حتى للسبيطار وهز في يدو جنويه وبغى يقتلني وبغى يصفيها ليا، غير السيكوريتي اللي فكني منه. والديها قالوا لها ما تديش عليها بنتي، ركزي في خدمتك وراه هو غادي ينساك، مع الوقت غادي ينساك. دازت سيمانه والبنت خايفه، ليل ونهار خايفه، لحقاش داكشي اللي كان غادي يدير ليها ماشي ساهل. واحد النهار حمود كيتصل بها، البنت بقوه الخوف قالت غادي نجاوبو، ومن الاحسن نجاوبو ونهضروا بالتي هي احسن، ما ربما انه يفهمها ويعطيني اتساع. جاوباتو. شنو قال ليها حمود؟ قال لها اسمح لي وراني غلطت وراني غير في ساعه غضب، وداك الشيء اللي درتو كنطلب منك السماحه، وما كرهتش انك تلقاني انا لتحت حدا المستشفى فين خدامه، وخذي مني هذه الهديه وسمحي لي، وهذه اخر مره غادي تشوفيني. البنات كيف ما كنعرفوا العاطفه كتغلب عليهم، فعلا داكشي اللي دارت، هبطات ونزلت لعندو وفعلا لقاتو بصح موجد ليها واحد الوريده، وقال له واخا نتمشاو شويه. البنت وافقات، تمشاو بجوج، دخلوا لواحد المستشفى اللي حدا المستشفى فين خدامه هي، معروف فيه واحد الجرده كبيره. بقاو كيتمشاو داها لديك الجرده ديال المستشفى، كان غير واحد السيد واقف بعيد، يعني بعيد عليهم، قال لها غادي نجلسوا هنايا. جلسوا بقاو كيهضروا شويه، في واحد اللحظه حمود جبد جنويه من الجيب ديالو وبقى كيشلخ ليها في العنق ديالها حتى توفات. داك السيد بقى كيغوت بالعاده، جاو سيكوريتي كيجريو، حمود حط جنويه وهز يدو ووقف. شدوه السيكوريتي، عيطوا البوليس، عيطوا الاطباء والفرمليين اللي وسط السبيطار باش يعتقوا مريم. ساعه من جاو لقاو اللي فات، البنت توفات. جاو البوليس شدوا حمود داوه الكوميساريه، قال لهم البنت 10 سنين وانا كنعرفها، يعني دخلت الحبس، خرجت، تقبلت انه غادي يجي واحد اخر وغادي يتزوج بها، وانها هانتني قدام الجيران ديالنا كاملين. داكشي علاش فكرت انني ننتقم منها وصفيتها ليها. وتحكم حمود ب 15 عام ديال الحبس، والبنت مريم توفات الله يرحمها. هاد القصه بغيتكم الخوت تمعنوا فيها مزيان وتاخذوها عبره. وصلنا للنهايه ديال القصه الخوت، كنتمناو تعجبكم القصه وتاخذوها عبره، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وبارطاجيو القصه مع الاصدقاء ديالكم، لعلها تكون عبره لشحال من البنت. والسلام عليكم الخوت، نلقاوكم في حلقه جديده ان شاء الله.